كنا صحاب جدا وفجأة هو بقى بيحبني وانا بحب حد تاني، يعني اعمل ايه؟ لما نكون اتنين صحاب او قرايب وفي واحد فيهم حب التاني، بلاش نحسسه بالرفض. هو الشخص طالب ايه؟ ان هو يحس ان هو مهم، ان هو فارق، عنده احتياجات من ناحيتك مش لازم نلبيها كلها. يعني ممكن نفهمه ان هو مهم بالنسبة لنا، ان هو عندنا حاجة كبيرة جدا، ان وجوده فارق معانا في حياتنا. بس انا بحب حد تاني بشكل تاني، مش عشان انت وحش، هو ده كان اختيار مشاعري، بس انت عندي اهم في حاجة تانية واكبر في حاجة تانية. وبالعكس اهتم بيه اكتر، اتصل بيه اكتر، اراعيه اكتر، فيبتدي ما يحسش ان هو فقد كل حاجة. لكن لما بنبعد بنعلقه اكتر وبنوجعه وبيفضل فاكرنا فترة طويلة. فانا لو في حد في عيلتي بيحبني ومش عاوز اخسره، استعملوا الطريقة دي ان انتوا تحوطوه، ان انتوا تهتموا بيه، ان انتوا تديله جزء من الاحتياجات النفسية اللي كان طالبها، وما يخسرش كل حاجة، ولا انتوا صحاب ولا انتوا حبايب. كده هتحافظوا على الشخص ده طول العمر. كان معاكم دينا بكري.